اهلا وسهلا يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم جدة ملك، والنهارده جايبه لكم مثل جديد بيقول: اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. وفي السودان وفي المغرب بيقولوا ايه؟ تعالوا نسمع الفيديو ونعرف هما بيقولوا ايه. المثل بيتقال في أهمية وجود شخص حكيم وكبير في السن أو المقام يرجع له لما الأمور وقت الشدة، لأنه بيرشد وبيفصل الصح من الغلط. يعني لازم يكون في حياتك حد كبير تعتمد عليه، تسأله وتاخد بكلامه، وإلا هتضيع وتتلخبط. الحكاية كان في شاب يتيم عاش من غير أب وأم، وكان دايما ياخد قرارات متسرعة، وهو ما عندوش طبعا خبرة في الحياة. ولما حد يلوم عليه يقول أنا حر في حياتي. وفي يوم اتخانق مع واحد كبير في السن وعلت الأصوات، فدخل واحد حكيم راجل كبير وقال له: يا ابني، اللي ملوش كبير بيشتري كبير. وساعتها فهم ان لازم يكون عنده حد يلجأ له في الرأي والنصيحة، مش كل حاجة يمشي فيها براسه لوحده. وحكاية المثل العربي: في واحد اسمه سالم كان عايش في بيت بعد وفاة أبوه، وهو أكبر إخواته، لكنه ما كانش كبير بعقله، وكان دايما يقول أنا حر أعمل اللي يعجبني، وكل مرة ياخد قرارات يوقع العيلة في مشاكل. مرة باع جزء من أرض البيت من غير ما يرجع لإخواته، وده سبب خصام شديد بينهم. واحدة من الجيران الكبار الستات قالت له ست كبيرة حكيمة قالت له: يا ابني، المثل في بلادنا في السودان وفي الشام، في السودان والشام والمغرب بيقول ايه؟ الراس بلا كبير تتهبل، والدار اللي ما فيهاش كبير بتضيع. يعني لازم يكون في حد عاقل وحكيم ترجع له، مش كل واحد يعمل اللي في دماغه. وبعد كده سالم بقى بيرجع لاخواته ويتشاور في كل حاجة. وكده القصة خلصت يا حبايبي. لو عجبتكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك، واستنوني في مثل جديد. اكتبولي رأيكم في التعليقات. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.